السلام عليكم طلاب السادس الإعدادي الأدبي والعلمي. هذا الجدول الجديد للسادس إعدادي سنة 2026 الدور الأول. مثل ما جاي تشوفون هذا الجدول قدامكم. عندكم الثلاثاء 2/6 راح يبدي الامتحان، وهذا الجدول قدامكم مثل ما تشوفونه. ينتهي يوم الاثنين اللغة الفرنسية آخر شيء، واللي ما عندهم لغة فرنسية راح ينتهي يوم 20/6، عفوا 20/6، والفرنسي 22/6. عندكم هاي الدراسة العربية، الدراسة الكردية، الدراسة التركمانية، والآخر شيء عندكم المتميزين. الملاحظات: إذا صادفت عطلة خلال الأيام الامتحانات، مثلا عيد الغدير أو 1 محرم أو أي عطلة ثانية، الامتحان ذلك اليوم ينتقل إلى اليوم الذي يليه بنفس الترتيب. يعني إذا مثلا صادفت عطلة بيوم العربي مثلا، فالعربي راح يصير العربي هسه مثلا عندنا يوم 4/6، إذا صارت عطلة راح يصير 5/6. هاي إذا صارت عطلة، مو يعني عشوائي، إنما إذا صارت عطلة. والباقي الترتيب يعني يبقى نفسه. هم مثلا بين يوم هم راح ينطون جدول جديد، إذا صارت عطلة ما يحتاج يعني هالموضوع. عندكم الامتحان يبدأ الساعة 7 صباحا حسب توقيت بغداد، لازم تطلعون من وقت وتروحون من وقت الامتحان. طبعا شباب، لايك للفيديو واشتركوا بالقناة، ننزلكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية. وتابعونا، وعندنا قناتنا بالتليجرام راح نخليها بالوصف، وبأول تعليق ننزل لكم عليها آخر الأخبار.